هي مش عارفه اعيط ولا اضحك ولا اعمل ايه بالظبط. بس هو اللي انا اعرفه ان احنا دلوقتي هنسمع مع بعض وهنشوف اذا كنا هنضحك ولا هنعيط ولا هنعمل ايه بالظبط. حلقه عن اغنيه الجميله بتاعت حمزه نمره، انا مش عارفه حتى بنطق اسمه صح ولا لا. اسمع شويه شويه وهنعلق وبعدين نرجع نكمل وهكذا. دماغ غير اللي قلت نفسي فيه، يلاقي قلبي فين دواء واللي أذاه أقرب ماليه، ده جرح بيعلم وصعب تسكن الألم. ليه صعب تسكن الألام؟ ليه صعبتها علينا؟ يعني ليه لما الدنيا تبقى منيلة كده صعب تسكن الألام؟ ليه؟ هي مش صعبة إلا لو أنت شفتها صعبة، وإلا إن لو أنت أقنعت الجمهور بتاعك إنها هي صعبة. طب لو هي ما سكنتش مين هيسكنها؟ هنفضل عايشين بيها طول عمرنا علشان خاطر حد ملوش أي 30 لازمة في حياتنا حصل كده؟ هنفضل قاعدين؟ مش أسلوب يا أستاذ حمزة. صعب لما أروح أنام ما أفضلش راجع القديم. عنده اكترار للأفكار، أو طالما قاعد بيراجع القديم، وصعب كل كلامه صعب 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 تسكن الألام، وصعب لما أروح أنام، وصعب ما راجعش القديم. ما هي كل الحاجات الصعبة دي كتير كتير علينا يا أستاذ حمزة، صدقني كتير. كويس، كلنا معاك. دي جملة هايلة. هيركز في اللي جاي، خلاص هيسيب القديم وهيركز في اللي جاي اهو، خلاص الراجل بقى تمام. ألف شكر للي بقى متشكرين خالص. هو انت كنت يمكن ما كانش بيحب الشاي يا استاذ حمزة، ما انت مش عارف، انت اللي يمكن شربته حاجة ما بيحبهاش. حلو، خانة الوداع تساع ومشاعرنا مش لعبة. خلاص بقى المفروض الموضوع يقفل على كده. لو هنتكلم بجد، لو مفيش حاجة صعبة غير اللي انت هتشوفها صعبة، ومفيش حاجة مش هنتعلم منها لان العالم مكلف، وفعلا دافعين كتير قوي بصراحة في العالم لغاية دلوقتي. ادينا كل يوم بنتعلم وكل يوم بندفع كورسات قد كده الحمد لله، ولسه بنتعلم. يعني بغض النظر عن التعليم اللي احنا بنعيشه مع البشر اللي حوالينا، طبعا العالم مكلف. ايوه كده، الذكريات ما بنكبر لهاش. الذكريات يا عم حمزة ما بنكبر لهاش يا أستاذي، ما بنكبرش للذكريات. ليه؟ الذكريات بتفضل حية طول ما أنا قاعد فاكرها، وطول ما أنا قاعد عمال أكتر فيها زي ما أنت بتعمل. فلو طول الوقت أنا بكتر لكل ذكرى في حياتي، أنا عمري ما هنسى، وعمر الذكريات ما هتكبر لها، لأن هتفضل هي حية، لأن أنا ما تعاملتش معاها. مفيش حاجة بنتعامل معاها وتفضل حية. لازم لنا بقى الرسب اللي إياها، نروح جايبين ورقة وقلم ونقعد ونطلع كل القديم والجديد والموجوع واللي حصل واللي انت عملته واللي هو عمله، ونقعد نجيب كل اللي في الدماغ نحطه على الورق. ليه؟ عشان نهدى. ده بجد، علشان نهدى. كل ما هتطلع في ورقة وقلم كل ما هتهدى. ليه؟ لأنك هتضطر تبص تاني على أفكارك وتشوف أنت كنت بتفكر إزاي، أو يبقى معاك حد متخصص يساعدك. لكن لو هي معلمة فيك للدرجة دي يبقى لازم حد يساعدك. لكن ما بنكبرش لأي ذكريات يا جماعة خالص خالص. ركز وبس في الجديد، لازم نبس. حلو، أو هيركز في الجديد، خلاص مش هيرجع تاني للقديم. أي ليه بتسد جوعك ذكريات؟ عشان الموضوع لسه في بالك، علشان انت ما خفتش، عشان شايف ان انت ضحية، عشان شايف انه كل اللي بيحصل في حياتك انت مش مسؤول عنه، علشان شايف انه الشخص اللي كان معاك انت ما تستاهلش منه كل دوت، علشان ما شفتش في يوم من الايام انه حد ما يستاهلش، وانه حد ما ينفعكش، وعلشان ما شفتش انه في يوم من الايام شخص عامل كده. يعني انت سبت كل حاجة عايمة لغاية ما جت في الاخر
وسابتك ومشيت. باقي غيري في المكان، ما انت لاعب. باقي حاجة من اللي كان، مش باقي غير وجع زمان. قاعد ليه بس للوجع؟ هو انت ما بتشوفش غيره يا استاذ حمزة؟ يا استاذ حمزة، يا استاذ حمزة، صدقني الحياة فيها حاجات تانية كتير غير انك تشوف الوجع بس. وهمس ذكرى في الودان، وهمس ذكرى في الودان، مش قادر ينسى. واخدين بالكم هي معلمة الموضوع معلم معانا ازاي؟ هواك حظي لما قال اصبر لكل شيء أدان، يا حظ ما تقدم. ما تقدم بقى يا حظ، ما تقدم بقى يا عم الحظ، انت تعبتنا معاك. حتى اختيارك للميوزك بص هو رائع رائع، بس الحقيقة موجع، متركب على الأغنية. يعني أستاذ محمود فاروق هو كاتب كلمات الأغنية، هو والأستاذ حمزة عاملين شغل عالي جدا في اختيار الميوزك، في اختيار الكلمات. الكلمات فيها كمية من أخطاء التفكير اللي تودي حقيقة في داهية. تعالوا بقى نراجع. حد حس انه بعد الأغنية هو حس ان هو داون، وحس انه عايز يسمع الأغنية تاني، عايز يعيط، عايز يعني حركت جواه حاجة، جت على ذكرى معينة مع حد معين. تلاقوا انه الاغنيه ما بتعديش. الاغاني يا جماعه ما بتعديش، اوعوا تفتكروا انها بتعدي في حياتنا خالص. الاغاني بتاخد الحتت، خصوصا لو اغنيه زي كده، اغنيه عظيمه جدا، بس هي كلها اوجاع وكلها تعب وكلها ذكرى شخص انا اللي فيه مش مسؤول عن حاجه. انا اللي تعبان، وانا اللي بعيط، وانا اللي فاكر، وانا اللي حسبت على المشاريب، وانا اللي الوجع هو اللي شايلني لوحده، وكميه من اخطاء التفكير الغير منطقيه اللي عمنا ألبرت إليس قالها. ومنها ان انا اقعد اكتر، وان انا اشوف كل حاجه في حياتي صعبه، وان اشوف كل حاجه في حياتي مش بتعدي، وان انا الوحيد اللي حسبت على المشاريب. ده فيديو التعميم، ارجعوا له وهتشوفوه. طنش حتى بق شاي. لما يمكن هو كان بقاله فتره عايز يمشي وحضرتك كنت ماسك فيه، محدش عارف مين اللي كان ماسك في مين. ممكن تبقى انت اسلوبك مش قد كده، فهو مشي علشان خاطر اسلوبك مش قد كده، عشان انت شخص ما تتعاشرش اساسا. حاجات كتير يا جماعه. هو لما تسمع من كل شخص هتلاقي ان هو عنده حق في اللي بيقوله. يعني انا هتخيل لو استاذ محمود فاروق في واحده هي اللي بتغني الاغنيه دي، كلنا هنتعاطف معاها جدا، زي ما كلنا تعاطفنا مع استاذ حمزه جدا. بس المشاعر بعدها هتبقى داون. انت هتيجي بعد كده تدور على الحاجات المتعبه في حياتك، وهتدور وهتردد كلمات الاغنيه انه صعب انسى، وصعب اوقف ان انا افكر وانا نايم، وصعب ما اقومش من النوم واقعد افكر في الموضوع، وان انا حظي وحش، وان انا كل حياتي متشقلبه، وان انا الوحيد اللي اخدت حاجات ما كانش المفروض، وانه الحظ هو اللي وحش معايا، وانه انا اللي وحشه، وانه ما فيش حاجه ماشيه معايا كويس، وانا حسبت على كل حاجه، وانا دفعت ثمن كل حاجه. ايه يا عم حمزه؟ اعصابك بس يا استاذ حمزه، احنا تعبنا لك صدقني. الكلمات حلوه جدا، والاغنيه حلوه جدا، الميوزك واختيارها رائع، بس حقيقي يا جماعه الاغنيه سماعها كتير هيتعبكم جدا 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 جدا، لان كل كلمه فيها بتضرب على حته حد فينا ما عداش بيها، وبالتالي كل حاجه فيها هتوجع بشكل كبير. فارجوكم وانتوا بتسمعوا اغاني فلتروا الكلام، امسكوا الكلام وفندوه. انا بعمل نفس اللي بعمله في كل فيديو، بمسك الحاجة واقعد افند الناس بتقول ايه، والكلام معناه ايه، والكلام ده بيرفلكت على ايه جوانا، والكلام ده بنقول بيه ايه للناس اللي حوالينا. كل كلمة فيهم موجعة جدا وتعمل مصيبة وتقعد تتعالج منها سنين، لانك انت هتضطر تصدق الكلام دوت. خدوا بالكم انتوا بتسمعوا الاغاني. شكرا استاذ حمزه، شكرا استاذ محمود فاروق، بس حقيقي الاغنيه صعبه جدا، سفلتوا بيها مشاعرنا. سلام، واشوفكم الحلقه اللي جايه.